عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أخوكم سعد الحمراوي. اوعى تنسى الشعار، صلى على النبي، صلى على المصطفى، صلى على حبيبنا، خد حسنات واديني حسنات والأرزاق على الله. أول حاجة، معاك أخوكم سعد الحمراوي، صياد وتاجر سمك. فبفضل من ربنا المعلومات اللي أنا هقولها لكم مفيش حد في العالم هيقولها لك غير العبد لله. يعني جمعت بين صيادة السمك وال- والتجاره بتاعت السمك. اول حاجه احنا هنتكلموا عن نوع من السمك اللي هو في مصر كله فيه 3 انواع. 80% من الشعب المصري بيستهلكهم. اول حاجه البلطي. الشعب المصري بيستهلك 40% بلطي، و25% ابوري، و15% سردين، وال20% التانيين كل انواع السمك. فاحنا هنتكلموا النهارده على السمك البوري. هديك معلومات واصناف وانواع عن سمك البوري مش هتسمعها الا من العبد لله بس. السمك البوري دوت 7 اصناف. اصفر ودن اهو، في نقطه الصفراء دوت بيتسمى اصفر ودن، هليلي، ذهبايه، في كل مناطق مصر. النوع الثاني شلون، جبايش، ابو شفه، اللي هو بصوا الشفه بتاعته كبيره وليه بطن. النوعين دول بالذات اهم، الاصفر ودن والشلون او ابو شفه او الدهبايه اهوت. النوعين دول ما بيعيشوش الا بحر، ما لهمش دعوه الا بحر، ما بيعيشوش ولا مزارع. وهقول لك انا ليه ما بيعيشوش مزارع. بحر مفتوح، ميه مالحه، ما بيعيش في ميه عذبه كمان. تاني نوع القباره. الناس بتقول القباره دي مش من البوري، لا القباره دي من البوري وصنف من البوري وحلو في الاكل. وديت هقول لك ليه بتتربى في المزارع. الصنف الثالث البوري الحر او ابو شلون. البوري الحر او الجعبوب او الخنصر او ابو عين ازاز، وهشرحها لك حالا. ادي 4 انواع: اصفر ودن، شلون، طباره، بوري حر، السهليه ام البوري، نوع من البوري. سادس حاجه الجرام، نوع من البوري ما بيكبرش عن كده. السابع اسمه بني، بيعيش في الميه العذبه وده شبه انقرض، فانا ما عرفتش اتحصل عليه. وهقول لك الفرق ما بين كله، هو انضف انواع في الاكل. وهقول لك ليه النوعين دول الاصفر ودني دوت والشلون ما بيعيش ولا مزارع ولا ميه عذبه. وهقول لك ليه كل المزارع بتستخدم القباره والبوري الحر في المزرعه، والسهليه برضك في منها مزرعه وفي منها بحر. هنتكلموا اول حاجه على الاصفر ودن والشلون، اللي هم دول بحر صافي تشوفهم في اي حته هتعرفهم. اللي هو صفرة ده انضف نوع وما بيعيش الا في بحر. والنوع الثاني الشلون او ابو شفه، دول عاوزين بحر مفتوح، وحتى لو هم جربوهم يتحبسوا في مزرعه عاوز ميه مالحه. ثالث حاجه العلف بتاعهم ما بينتجش في اللحم ياما، يعني هو بتاع المزرعه لو ربى الصنفين دول هيخسر، ان هم عاوزين علف ياما وما بينتجش لحم. تالت حاجه المضاد الحيوي يموتهم. خد معلومات من اخوك مفيش حد هيقولها لك، اخوك ما خلاش حرفه في البحر
ولا صيد صناره ولا شبك، ولفيت بفضل من ربنا في كل موانئ مصر وبره مصر. فدول مش هيعيشوا الا في ميه مالحه، عاوزين علف ياما عشان يربي لحم، فهيخسر مع اللي هو بيربيه، ياخد مضاد حيوي يموت. خلاص. النوع الثالث الكبارة. الناس تقول لك لا الكبارة دي مش من البوري، لا ده الكبارة ديت من البوري وحلوة في أكلها. وأنا من رأيي تاني نوع في الأكل في السمونية بعد الأصفر ودن. خد بالك طبعا أنا هتكلم على السهلية عشان السهلية دي ليها إيه مميزات خاصة بس في آخر الفيديو. ديت حلوة في الأكل بس في المزارع ديت والبوري ليها من ميزات ان هي تتربى في المزارع. ميزاتها اول حاجه ان هي عندها تاقلم، تعيش في ميه عذبه، ميه مالحه، ميه صرف صحي، ميه كل انواع التلوث تقدر هي تتاقلم معاه. تاني حاجه ان النوعين دول من العلف بيرموا لحم ياما، يديهم علف يرمي مع مزرعه لحم ياما، وتتقبل المضاد الحيوي عشان الامراض. ولو انتوا عاوزين اضرار المزارع قولوا لي في التعليقات، وانا هقول لكم على اضرار المزارع والبلطي والبوري ومزارع البحر كمان. النوع الخامس هتكلم على جران قبل السهليه، اللي هو ده الجران البور الصغير ما بيكبرش، وده قليل فيعني وفي اكله على قده، على قده خالص. السهليه، السهليه دي اسمن سمكه في البحر، طعمها جميل، ولما بطرخها على حجم صغرها دي بيبقى حلو، وطعمها فوق الخرافه. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. هو والاصفر ودن دول يعني حاجه سبحان الله في الاكل، في الاكل والطعم. بس في منها مزارع. خلاص احنا كدهوت اتكلمنا على ايه كله. هنتكلموا على حاجه جديده خالص. بور البحر تاخده لازم يتنضف وتفتح انت بطنه. ليه؟ لان هو واكل، بيرعى، فبيرعى وبياكل، فهو يخزن اكل في بطنه. فانت عشان تفتح انت بطنه. بور المزارع لا، بيبقى سمين، بيبقى علف، بيبقى لحم طري وعلف، وانضف انواع فيهم خلاص طبعا على الاطلاق. تشوفوا في اي حته تعرفوا ان هو بحر، ومفيش يعني الدهنه بتاعته من جوه صفرا، يعني هو اصفر ودن والدهنه بتاعته صفرا. اللون اللي هو ده لحمه جلس جامد، عامل زي انسان بيلعب كمال اجسام وانسان قاعد بياكل او يشرب. فده لما انت تيجي تاكله هتلاقيه جلس. واي سمكه تاكلها سمينه ولحمها ملهلط دي مزارع. لو البياع يحلف لك على الدقيق بالنزل. ولو عاوزين تعرفوا فيديو، انزل لكم فيديو على اي نوع سمك ولا على انواع المزارع، ايه اللي بيتربى في المزارع وايه اللي ما بيترباش في المزارع، وايه الفرق ما بين سمك المزارع وسمك البحر، وايه الفرق ما بين ابوري البحر وبوري المزارع. عرفنا ان دول ما بيعيشوش الا في البحر، لان دول لو عاشوا في مزرعه يخسروا صاحب المزرعه. ده اول حاجه. تاني حاجه عاوزين ميه مالحه، يعني انت لازم يبقى مزرعتك جنب البحر، ودي عمليه صعبه خالص. ماشي. ما بيتقبلش المضاد الحيوي النوعين دول بالذات. الثلاث انواع دول بيعيشوا في مزارع. الكبارة، البوري الحر، البوري الحر. بص بيبقى فيه ازاز. عرفك بين الفروق دلوقتي. الفروق
الاصفر ودن نقطه. الجبايش او الشلون او وشفه، بشفه وليك كرش، شفه وليه كرش. الكباره بوزها مدبب، عينيها صغيره. بوري البوري البحر، النوع البوري دوت او الجعبوب او الخنصر حوالين منه ازاز. لحمه بيبقى فيه لحم، لان كمان في الفسيخ ده احسن نوع، لان هو بيرمي لحم. عشان كده البوري ده بيبقى غالي عن الكباره. الكباره ما فيهاش لحم زي البوري. السهليه بتبقى صغيره وسمينه، باينه ان هي اساسيه. الجران بيبقى مسلول رفيع، وده ارض انواع البوري. وان شاء الله هقول لكم على كل حاجه، وشوفوا انتوا عاوزين اي نوع سمك، وانا متخصص في كل انواع السمك بفضل من الله، وبالذات اسماك البحر المتوسط. وهعمل لكم فيديوهات. تابعوني وانشر عشان تعرف الناس وتستفيدوا. مفيش حد يغشك، مفيش حد يستغلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الصلاه على النبي، الصلاه على النبي يا مكسبي. السلام عليكم.